في فيديو سابق أظهرنا أن الجزائر أرض الحضارات المتعاقبة، وعند ذكر الحضارات لا يمكن أن ننسى نوميديا التي ازدهرت في القرن الثالث قبل الميلاد تحت حكم ماسينيسا مؤسس أول دولة منظمة في شمال إفريقيا. تعتبر سيرتا قسنطينة حاليا مركزا حضاريا لهذه الحقبة، وشهدت حقبة يوغرطة رمز المقاومة ضد الرومان، خاصة في معركة سيغا التي وقعت بين عامي 112 و106 قبل الميلاد، حيث أظهر فيها براعة في مقاومتهم. تلتها الإمبراطورية الرومانية التي بنت مدنا كجميلة وتمغاد مستخدمة تقنياتها المتقدمة في شبكات المياه والطرقات والهندسة المدنية، مما جعلها مراكز حضارية مزدهرة. ثم جاء الويندال والبيزنطيين بفترات حكم قصيرة. ومع الفتح الإسلامي شهدت الجزائر قيام دول مستقلة، الرستميين والموحدين، ثم دخلت في العهد العثماني قبل أن يحتل الاستعمار الفرنسي البلاد، الذي دفع الجزائريين إلى إخراجه بالقوة في أعظم ثورة تحررية بالقرن العشرين. من النوميديين إلى يومنا هذا تظل الجزائر شاهدة على إبداع حضاراتها المتعاقبة وشموخ شعبها.